تعرف مين هو الجلاد الأعظم في عالم كرة القدم حاليا؟ موسم 2025 كان شاهد على ملحمة هجومية، ضجة كروية ولحظات مستحيلة تحولت لحقيقة. واليوم أقدم لك أخطر 10 مهاجمين في العالم لهذا الموسم الناري. جاهز فشارك؟ ويلا بينا. والمركز العاشر يرجع للوتارو مارتينيز، قائد هجوم انتر ميلان، صاحب ال 28 سنة وطول متر 74 سم. موسم 2025 أبدع فيه إبداع عظمة العظمة، وسجل 26 هدف وصنع 7 تمريرات حاسمة في 48 مباراة، يعني بيسجل كل 120 دقيقة هدف. المركز التاسع يرجع لصاروخ النيجيري فيكتور أوسومان، نجم هجوم نابولي، قوة بدنية مرعبة ل 27 سنة فقط، بطول متر 86 سم. في الموسم سجل 20 هدف وأضاف 4 تمريرات حاسمة وسجل 8 أهداف برأسه، وأثبت إنه وحش الكرات الهوائية بلا منازع، وده كله ب 35 مباراة فقط. والمركز الثامن مفاجأة الموسم للاعب أستون فيلا أوتيكيز، عمل أداء أسطوري في الموسم، ولع الدنيا حرفيا. طول متر 80 سم بعمر 30 سنة، أوتيكيز سجل 25 هدف وصنع 3 تمريرات حاسمة، وده كله ب 47 مباراة، رقم جاحد حرفيا. وهو أعلى مساهم حاليا بين مهاجمين الإنجليز، مش أعلى واحد في المساهمات في القائمة دي، في أعلى منه. المركز السابع يرجع لنجم ليفربول داروين نونيز، طول متر 87 سم، صاحب ال 26 سنة، سجل 21 هدف وصنع 6 تمريرات حاسمة، سجل 5 أهداف حاسمة في الدقيقة 80، وده كله 45 مباراة فقط. إنه حرفيا مجنون بالفطرة. المركز السادس يرجع اللاعب اللي عمره ما يتغطى عليه، هو روبرت ليفاندوسكي، خاطب برشلونة، وطول متر 85 سم بعمر 37 سنة. ليفاندوسكي الموسم دي سجل 25 هدف وصنع 9 تمريرات حاسمة مع البرشا في 42 مباراة، ليثبت انه عمره ما يختفي بين اساطير كرة القدم حاليا. والمركز الخامس نصف مهاجم ونصف آلة تهديف، وهو جوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي، طول متر 70 سم، عمره 25 سنة. ألفاريز سجل 28 هدف وصنع 11 تمريرة حاسمة، وسجل 10 أهداف من خارج منطقة الجزاء، وده كله في 49 مباراة. ألفاريز حرفيا آلة تهديف احترافية. والمركز الرابع يرجع لجلاب بايرن ميونخ هاري كين، طول متر 84 سم، صاحب 32 سنة، سجل 34 هدف وصنع 10 تمريرات حاسمة في 44 مباراة. الأداء جعله هداف الدوري الألماني وأقوى هداف في الدوريات الخمسة الكبرى. وهنا نبدأ في الكلام الجد. المركز الثالث نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، وطول متر 76 سم بعمر 25 سنة. الموسم ده سجل 22 هدف وأضاف 15 تمريرة حاسمة، أكثر مساهم في الموسم وأكبر مساهم في ريال مدريد. والمركز الثاني يرجع لكيليان امبابي، نجم ريال مدريد، وطول متر 74 سم، عمر 27 سنة، هو أسرع لاعب، سجل 31 هدف وصنع 10 تمريرات حاسمة. امبابي حرفيا أسطورة في الهجمات المرتدة، وده كله في 40 مباراة فقط، ويعتبر الأسرع في الليغا. المركز الأول يرجع نجم النرويج الذي يعرف ولا يعرف إيرلينج هالاند، وطول متر 95 سم، صاحب ال 25 سنة، ببساطة آلة تهديف غير قابلة للتفوق. هالاند في الموسم سجل 39 هدف وضاف 6 تمريرات حاسمة، والأداء ده جعله يكسر الرقم القياسي السابق في الأهداف بالدوري. هالاند وحش قاتل للمرمى. بس دي قائمة أفضل 10 مهاجمين بالنسبة لي في موسم 2025. القائمة دي مش رسمية من فيفا، دي تحليلاتي ورأيي الخاص ليا. ويلا بيس.